الست دي سممت كل اللي بيعالجوها لما دخلت مستشفى عشان تتعالج. جلوريا راميريز دخلت مستشفى في كاليفورنيا يوم 19 فبراير سنة 1994 وهي مصابة بسرطان عنق الرحم في مرحلة متأخرة. بس أول ما دخلت غرفة الطوارئ الدكاترة والممرضين بدأوا يقعوا واحد ورا التاني، اللي فقد الوعي واللي رجع واللي حصل له شلل مؤقت، وكل اللي كان يقرب منها يتعب فجأة بدون سبب واضح. وفي الجو ده محدش قدر يكمل لها إنعاش قلبي ولا يسعفها بشكل صحيح، وبعد ساعات قليلة جلوريا ماتت. الطاقم الطبي كان مرعوب من اللي حصل، فقرروا يعملوا تشريح للجثة عشان يفهموا ايه اللي حصل، هل دي عدوى ولا في حاجة سامة جوه جسمها. واللي اكتشفوه كان غريب جدا. جلوريا كانت بتستخدم كريم مسكن فيه مادة اسمها ثنائي ميثايل سلفوكسيد، مادة عادية نسبيا، بس لما دخلت جسمها بكميات كبيرة وبدأوا يركبوا لها أنبوبة أكسجين ويعملوا لها إنعاش قلبي، المادة دي اتحولت جوه جسمها لمركب تاني اسمه كبريتات الميثايل، ودي مادة شديدة السمية، ولما خرجت من جسمها في صورة بخار خلت كل اللي حواليها يتسمموا، ومن ساعتها الناس سموها المرأة السامة. لكن التوكسيك اللي بجد اللي ما عملش فولو لحد دلوقتي. سلام.